حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو بنعمل شويه كشري مصري كده ونشوف طريقتنا مع بعضنا كده. انا قسمت البصله نصين. اول حاجه هنعملها البصل، قسمت البصله نصين، وهنا هنيجي من الجهه اللي يبقى فيها البصله من فوق كده هنشيلها كده عشان دي بتبقى رابطه ايه ماسكه البصله ببعضها، هنستغنى عنها يعني. وبعد كده هنقطع بقى اهوت شرايح البصل هما بيقولوا عليه الوردات، الورد يعني بتاع الكشري، ونحاول بقدر الامكان نعمل ايه الشرايح كلها قد بعضها بحيث ان هي في القلي تبقى كلها ايه زي بعضها يعني، ما يبقاش في حاجه تخينه كده وتطلع في القلي مش حلوه، عشان البصله تبقى ناشفه وحلوه كده اهوت. هنستغنى عن الحته دي مش محتاجينها تاني اهوت، عشان برضو اللي ما خدش باله اهوت. كده انا يا حبايبي خلصت البصل تقطيع كله شرايح اهي، جوانح جوانح اهوت. هنبدأ نقلي بقى، وحطيت هنا الزيت في الحلة دي علشان انا عايزه احط زيت كتير، وهسخنه الاول وبعدين احط فيه البصل عشان يطلع مقرمش وما يبقاش طري مننا، ما يطرش مننا. هنا انا ولعت على الزيت اهو يا حبايبي عشان احمر فيه البصل، وزيت كتير زيت غزير كتير اهوت. وهنا ولعت على ميه المكرونه تتسلق، وهنا ان شاء الله لما البصل يتحمر واخلص الزيت بتاعه هبدأ بقى احمر الشعريه هنا ونعمل الرز ابو شعريه مع بعض. هنا يا حبايبي الزيت سخن اهوت، انا ما حطيتش ولا نشا ولا اي حاجه في البصل خالص، ولا دقيق ولا اي حاجه، اهو بطبيعته خالص اهوت. هنحط بقى في الزيت كده. هنا الزيت سخن اهوت ما شاء الله حلو كده عشان ما يحمرش مننا البصله بسرعه من غير ايه وتطلع طريه يعني كده كويس اهو. هنا احط له بس شويه ملح كده زي التقليه العاديه عشان يقرمش بس. وهنا احط الميه اللي قصدي الملح للمكرونه اهوت. المكرونه بتتسلق اهي رفره. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط لها شويه زيت برضو من ده بس كده. نغطي بقى على ميه المكرونه لغايه ما تغلي بقى براحتها. وهنا هنقلب البصل كده، هدي عليه النار شويه كده اهوت. اهو يا جماعه اللون البصل كده ما شاء الله حلو اهوت، لان هو كل ما بيبرد كل ما بيغمق، فاللون ده كده حلو ما شاء الله. هنا حبايبي ميه المكرونه غلت اهيت، هنبدا نسقط المكرونه بقى مع بعض اهي حبايبي. انا مش هاخد الكيس كله يعني كفايه كده. انا حاطه لها الملح والزيت مع كله في الميه واسيبها بقى براحتها لما تستوي براحتها. هاي يا حبايبي هنا انا خلصت البصل اهوت، سامعين الصوت؟ هو كمان لسه ما نشفش قوي يعني، كل ما بيبرد كل ما بينشف اكتر، كل ما يبرد كل ما بينشف اكتر ولونه بيغمق كمان بيبقى احسن يعني. كده خلاص خلصنا. اي حبايبي انا حابه اصفي هنا البصل الاول لان دي الحله اللي هعمل فيها الرز ابو شعريه اهوت، فانا ايه يعني بحب ان انا استغل اي نقطه زيت تنزل، خساره يعني وحرام. يا حبايبي هنا هبدا استغل بقى الزيت اهوت
رايق وما فيهوش فيه اي حاجه، لان انا صفيته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنحمر الشعريه، وهنا هنحط شويه عشان المكرونه. ده هنبدا نحمر شعريتنا حبايبي. بدأنا نحمر الشعريه اهوت، وهنا بسخن برضو الزيت عشان احط فيه المكرونه ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فيها ملحها وفيها كل حاجه، انا بس بديها تلوحه كده مع الزيت عشان الزيت ابو بصل ده بيدي ريحه حلوه. وهنا بنحمل قلب الشعريه اهو برضو. ده حبايبي انا هنا حمرت الشعريه اهوت، وهبدا اسقط الرز بقى عليها. احط لها بقى ملحها واظبطها برضو اهو يا حبايبي. انا خلصت هنا الرز اهوت، ردت خلاص، والمكرونه برضو هي. حطيت شويه ملح للمكرونه وشويه كمون وشويه فلفل اسمر صغيرين خالص خالص، حاجه تديها نكهه حلوه بس كده. وهنبدا نعمل الصلصه بتاعتنا اهي، الحراقه والعاديه. هنا حبايبي عندي التوم اللي انا مفرزاه اهوت في الفريزر، احط هنا اهوت ده عشان الصلصه اللي هي الحراقه، الصلصه الحراقه. وهنا الزيت ده انا حطيت ده العدس اهوت، كان عندي مسلوق جاهز، فهحطه هنا مكان ايه تحمير البصل اهو. هو مسلوق جاهز عندي في الفريزر، ده مكان تحمير البصل من غير زيت ولا حاجه، يعني الحله مكان التحمير. وهنا هحمر البصله بقى، لان انا هعمل نوعين صلصه، نوع صلصه بالبصله بحبها تبقى تقيله شويه، والنوع اللي بالثوم هتبقى خفيفه شويه. لكن الصلصات البيضاء والحاجات دي لا، عندنا ما بيحبوهاش يعني. هنا يا حبايبي في الصلصه الحراقه اللي هي بالثوم دي احط لها شويه كزبره، وهنا بس نقطه خل صغيره خالص بس كده، عشان يعني هم مش بيحبوا الخل قوي. وهنا يا حبايبي عملت الصلصه اللي هي ام بصله اللي هي التقيله، والصلصه الخفيفه اهيت، وهنظبط بقى ملحهم. واللي وصل معايا هنا للفيديو يصلي بينا على النبي كده، ويحط لايكاته الحلوه وكومنتاته الحلوه والاشتراك فضلا وليس امرا يعني. ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم. كده بقى هخلص ونشوف كله مع بعضنا ان شاء الله. اهوت يا حبايبي شوفوا البصل بتاعنا، يا رب تكونوا سامعين الصوت اهوت ما شاء الله. وهنا الصلصه الحراقه، دي الصلصه الحراقه، ودي الصلصه اللي هي بالبصل الحلوه. وهنا بقى نبدا نحط كده على الكشري بتاعنا اهوت. ده اسمه وردات، بيسموه بتوع الكشري بيقولوا عليه وردات اهوت. احنا ما بنحبش الحمص برضو، يعني في حاجات كده شويه احنا ما بنحبهاش فما عملتهاش. ويا رب الفيديو يكون يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.